ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال ابن عباس إنه الآية دي نزلت في عقبة ابن أبي معيط الملقب بأشقى القوم وصاحبه أبي ابن خلف. الاثنين ديل كانوا في رد أي حاجة مع بعض. الحصل إنه عقبة ابن أبي معيط ده كان كل ما يجي من سفر بيعمل له عزومة، تمام؟ الوقت ده كان بخالط منه، كان بخالط الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قربوا الأكل للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قام عقبة ابن أبي معيط قال له بسيطة، عشان تاكل يعني إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قام الكلام ده يوصل لمنه؟ ويصل لصاحب عقبة ابن أبي معيط الروح بالروح، ويصل لأبي ابن خلف. قام أبي ابن خلف قال لعقبة صبئت يا عقبة؟ كسرت حنك نيتة يعني ولا شنو؟ قام عقبة بن أبي معيط قال له لا والله ما صبئت، ولكن دخل علي محمد فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له. تخيلوا أبي بن خلف قال له شنو؟ قام أبي بن خلف قال له ما كنت براض عنك أبدا حتى تأتي محمدا فتبزغ في وجهه. يا أخي إن شاء الله عنك مرضي، يعملوا لك شنو يعني؟ هل ما أخونا اللي اسمه عقبة ده سمع كلام أبي بن خلف ومشى بزغ في وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية الكريمة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني زمان كان سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنت وشهدت وبقيت على كده. يا ويلتا، شوفوا الحسرة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والمقصود ده هنا فلانا ده أبي بن خلف. يا ريت لو ما سمعت كلامه، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ريت لو كان سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت كلام أبي بن خلف ولا رديت عنه ولا اشتغلت به وآمنت وشهدت وبقيت على كده. الجدير بالذكر إنه عقبة بن أبي معيط ده والد السيدة أم كلثوم رضي الله عنها الملقب بالممتحنة، ونزلت صورة باسمها، وإن شاء الله حنعرف قصتها في الحلقات الجاية. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لحد ما أشوفكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد، في أمان الله.